أسقط كمينا لرجال الشرطة بالأمن الإقليمي بخريبكة أول أمس الاثنين استاذ بالتعليم العالي متلبسا بتسلم رشوة وسط ظرف أصفر من أحد طلبته قرب أحد الفنادق، ليجد رجال الشرطة بزي مدني يتلقفونه مباشرة بعد تسلم مبلغ مالي. وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء أن طالبا بالكلية متعددة التخصصات مفادها أنه تعرض للمساومة والابتزاز من أجل تمكينه من نقطة إضافية بسجل نهاية الموسم الدراسي الحالي بشعبة الاقتصاد، حيث يتابع دراسته الجامعية للحصول على شهادة الماستر. وأمام حساسية الشكاية، تضيف اليومية عمل ممثل النيابة على نسخ المبلغ المالي المتفق عليه بين الطالب وأستاذه وأشرف شخصيا على وضعه بظرف أصفر من مكتبه، وكلف 3 ضباط للشرطة القضائية بالإشراف في سرية تامة على تتبع خطوات الطالب المشتكى إلى حين لقائه بالمشتكى به. وأكدت مصادر اليومية أن إبراهيم زاهر وكيل الملك بابتدائية خريبكة أعطى تعليمات واضحة لرجال الضابطة القضائية بانتظار تسلم الأستاذ الجامعي للظرف المالي وإيقافه قبل مغادرته المكان، وحث ممثل الحق العام مرؤوسه بعدم التسرع في اعتقال أستاذ الاقتصاد والمالية قبل تسلمه المبلغ المالي المنسوخ، وتأهب لمغادرة القضاء الخارجي للوحدة الفندقية. وقالت ذات المصادر أن الأستاذ لم يقع على البقاء واقفا لحظة بإشهار رجال الأمن الإقليمي بخريبكة لأصفادهم الوظيفية ومحاصرته، فحاول التخلص من الظرف الأصفر قبل أن يتدخل رجل الشرطة القضائية لمساعدته على الوقوف وركوب سيارة خاصة باتجاه مقر الأمن.